بنثق فيه ثقه كبيره جدا اعتقد. قال لي حاجه مهمه جدا، قال لي كلام كتير معظم اللي حصل، بس قال لي حاجه مهمه قوي. قال لي في 3 كان ليهم راي واحد، وهم دكتور محمد سليم العوة، دكتور محمد المرسي، والدكتور ابو العلا ماضي. ال3 كان ليهم راي واحد. ايه هو الراي ده؟ ان هم كلهم اتفقوا الحكومه تتشال. كل الباقي بيقول الحكومه تتشال دلوقتي فورا وتشكل حكومه انقاذ وطني كامله الصلاحيات. ال3 دول قالوا حاجه ثانيه، قالوا الحكومه تتشال تقبل استقالتها، ولكن تفضل تسير الاعمال عشان الانتخابات، وبعد كده يجي حكومه وهو ما ذكر. كان موقفنا احنا مغاير الكلام ده. ما انا ماشي، انا بتكلم على ال3 اللي قالوا الكلام ده. وده اللي صدر بالظبط في بيان المشير. لم يتم الالتفات الكلام الباقي وبقى ال3 دول. وهو الغريب بقى في الموضوع ان الاخوان المسلمين كانوا نازلين يوم الجمعه ضد المشير ويعني وصلت لتطاول بكل الطرق على المجلس العسكري والمشير بسبب وثيقه السلمي. وجم النهارده دلوقتي بقوا المحامين الذين يدافعون عن المجلس العسكري علشان الانتخابات هي اهم حاجه بالنسبه له. احنا ما بنقولش انتخابات، لا، احنا بنقول انتخابات تتعمل، بس امتى؟ في ظل مجلس وزراء قوي يقدر يحكم سيطرته. ولو اتاجلت اسبوعين ايه اللي هيجرى؟ البلد مش هتقع في اسبوعين، تتاجل اسبوعين بس، ما بنقولش تتاجل وتتعمل انتخابات. صحيح، هتتعمل انتخابات بعد بكره. فبالتالي ارجو بس لسياده المستشاره تهاني تعرف ابعاد الموقف وتشوف مين اللي بيدافعوا على المجلس العسكري في كل الفضائيات. يا سياده المستشاره بص يا شادي، انا بس عايزه اقول لحضرتك الذي يهمنا في هذه اللحظه هو مصر الا تقع في قبضه الفتنه، والا يستمر الدم المراق على ارضها، سواء لابنائنا الثوار ولا لابنائنا في الشرطه ولا ابنائنا في الجيش. ازاي دي مفروض تبقى خطه رشد سياسي لدى كل الاطراف، لدى السلطه الفعليه المجلس الاعلى للقوات المسلحه والحكومه سواء اللي فاتت ولا اللي جايه، ولدى كل اللاعبين في الملعب السياسي. لانه الحقيقه الاخطاء اللي هي ايه؟ معلش الاخطاء بالجمله، معلش إيه؟ انا رايي انه الاخطاء بالجمله لدى كل الاطراف. صحيح في مسؤوليه لدى السلطه الفعليه، لكن ايضا في مسؤوليه جسيمه لدى كل الاطراف. وانت نفسك وانت بتقول لي الكلام ده اللي انا عارفاه بيأكد اننا ما زلنا رهن الذات مش رهن المصلحه الوطنيه العظمى. المسؤوليات بتتساوى. خليني اكمل معلش خلونا اكمل اللي بقوله. شوفوا اخطاء المرحله الانتقاليه والخلاف معها، وانا اول من اختلف وتعلموا جيدا كلكم ده، محدش يزايد عليا فيه. انا اول ما رفع الصوت وقال لا من اول دقيقه، لا يعني لا الصدام ولا الصراع ولا الوصول لحرب الشوارع. ده موقفي. التضامن مع الموقف اللي حدث في التحرير مع هذا الخطأ الجسيم اللي مطلوب فيه محاكمة الجاني والقصاص لما حدث لا يعني أن المواقف السياسية تبنى على الغضب. المواقف السياسية تبنى على الرشد السياسي، الفكر، لأن الوطن بحاجة لموقف يبني توافق، لأننا في لحظة فارقة في تاريخ مصر. إذا كان كل ما حدث قد حمل في طياته مطالب مشروعة من خلال أننا جميعا غير راضين عن إدارة المرحلة الانتقالية ولا راضين على ما يحدث من حولنا من أوضاع انتهكت ما يمكن أن يسمى بالمهام الأساسية للمراحل الانتقالية في حياة الشعوب، اللي قالت عليها الأستاذة سكينة طبعا: التطهير وبناء البنية السياسية وبناء البنية التشريعية، كل المسائل والاجتماعية ومعالجة وتسكين الألم الاجتماعي، كل اللي احنا فيه اللي الأستاذة سكينة كفتني بما قالته. هذا كله لا يمكن أن يكون مشتبك مع لحظة فين نقطة الاختلاف اللي بيننا يا شادي؟ لا يمكن أن يكون هذا مشتبكا مع لحظة انفعال نتيجة ان احنا دمنا بيسيل على جنبين وبنجري وبكر وفر وحرب شوارع. ده ما ينفعش. لابد اننا اولا نوقف هذا. ده يقف طبعا. هنا بقى اما نيجي نتكلم على انه هذا يجب ان يقف. حرب شوارع وحرب اهليه والفاظ لا مصر عمرها ما هتقع في ده. والذين يتوهمون، وكلامي مسموع على كل الفضائيات، الذين يتوهمون ان مصر بهذه الرخاوه برغم كل الصعوبات التي تواجهها هذه الثوره واللي احنا ما بنجريهاش في غرفه معقمه
احنا بنجريها في ظل مؤامرات ومناورات ومليارات ستصرف على فاعلين من الداخل وفاعلين من الخارج. وانا مصر على كده. قولي لنا بقى مين المؤامرات دي؟ من اجل شوفي مين المؤامرات الثلاث؟ قلتي 3 مؤامرات، 3 اطراف. أيوة. كل من كان مستفيدا من النظام السابق، أيوة، واصبحت الثوره مهدده له او انتهكت حقوق يدعيها لنفسه او مصالح، فهو طرف شريك في قوى ثوره مضاده. طب الفلول، وبالتالي من يحمي الفلول؟ مش كلمه فلول دي اصلا بقت مبتذله الحقيقه، انا ما بستعملهاش. من يحمي هذه الاطراف؟ ما فيش حد بيحمي حد، كل واحد عارف سكته وعارف هو عايز ايه. مفيش حد بيحمي حد، صح. كل واحد عارف سكته وعارف السيناريو اللي هو عايز. امسك خطه الرشد. خليني بعد اذنك يا دكتور، بعد اذنك. هذه القوى المضاده للثوره في الداخل تستطيع ان تنظم صفوفها، تستطيع ان تمتلك امكانيات ما حدش يعرفها، لكن انا اعرف لاني شفت شاهد منها. احد رموز النظام السابق كان يسكن بجواري، كان بيحرسوا مافيا دوليه اثناء الثوره. مين؟ احد الرموز اللي كانت موجوده في النظام السابق بيسكن بجواري، كان بيحرسوا مافيا دوليه واقفين بالرشاشات في الشارع، وجوازنا واولادنا كانوا شايفينه بياخدوا دراجز في الشارع. ها؟ فالبلد مش خاليه. مع اللي متصور انها يعني المسائل يعني كلها يعني مجرد خلاف سياسي. في بلاك ووتر موجوده في مصر؟ ايوه في بتبقى مصيبه سودة. ورجال اعمال كانوا لو في بلاك ووتر في مصر دي تبقى مصيبه سودة. طب ازاي نتخلص من الكلام ده؟ الذي يحدث. انا عايز ايوه هنوصل هنشرح خلي الدكتوره هاله لازم تشرح للمشاهد المصري. يعني لو في بلاك ووتر يا سعاده المستشاره في مصر تبقى البلد خربت. انا عايزه اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي الصعيد يعني ايه بلاك ووتر؟ استاذه هاله، يعني انا باكد انه في اطراف داخليه وفي قوى منفلته حتى من النظام السابق. فلاحين بس احنا في الكنترول ما فهموش. لا يمكن ان يتقال ان هؤلاء طرف في اي سلطه في مصر، لانه الكلام ده فيه تخوين، وهذا التخوين غير وارد. اللي تولوا مسؤوليه اداره شؤون البلاد كان يمكنهم ان يستمروا على موقعهم اذا لم يكونوا منحازين للثوره، يعني ببساطه شديده. اذا هم اختاروا، والتغيير الذي حدث حتى لو كان مش مرضي لينا لا يجوز ان يواجه بالتخوين. انا بس افهم يعني ايه يكونوا يظلوا في مواقعهم اذا لم ينحازوا للثوره. لا يعني يفضلوا موجودين. لا كانوا موجودين، هم كانوا موجودين، لكن هم اختاروا ان يكونوا حراس على هذه الثوره. حراس عليها معنى كده ان الشعب المصري لما طلع في الشوارع وقال الشعب والجيش ايد واحده، قبل بهذه السلطه الفعليه، لان هو في علاقه تاريخيه بين الجيش المصري والشعب المصري. مش عايزه كلام. الاخطاء بقى اللي ترتبت على اداره المرحله الانتقاليه حدث ولا حرج، يعني عشان بس ايه ما نرجعش نكتشف ان احنا مختلفين. اهم خطا يا دكتوره هذا الرئيس الوزراء، الراجل اللي كان شايل زحلفه. ثانيه يا دكتوره هاله ارجوكي، هذا الرئيس وزراء خلونا نوصل للنقطه اللي احنا فيها. لماذا يبدو المشهد مقلق جدا في إدارة هذه المرحلة اللي وصلتنا للي احنا فيه؟ لأنه الوسيط السياسي الحكومة لم تؤدي دورها. حضرتك قلتي مؤامرة واحدة. المؤامرة الثانية بقى. أيوه، المؤامرة الأولى كل من كانت له مصلحة مع النظام يمكن أن يكون متآمر على هذه الثورة. كل الأطراف الإقليمية والدولية التي لا تريد لمصر أن تصل لمرحلة من استرداد العافية، أن تقيم مجتمع ديمقراطي حقيقي ويستلهم قدرات مصر وجغرافية مصر وتاريخها، وتشد هذه المنطقة من المحيط للخليج عشان هتعمل متغير على مستوى العالم. هذا يتعارض مع مصالح استراتيجية، ويعني مش هتكلم ان احنا ده نضل عمرنا تكون مصر في هذا الهوان، أن تكون مصر في موقع. يا دكتورة هالة معلش نسمي، لأن احنا حافظينهم في تاريخ النضال. بنقول على التمويل الخارجي اللي مش عايزين مصر لا تسترد عافيتها ولا تسترد قدرها ولا مكانتها ولا دورها، الحقيقة كتار مش قليلين، وهؤلاء لديهم يعني قدرة على تحريك أطراف داخلية وخارجية تستطيع أن تخلق مصر. ما الذي يحدث في سيناء؟ حد بيقرأ اللي بيحصل في سيناء؟
حد قرأ من حدث في سيناء واعتبر انه احد مظاهر محاولات انتهاك حرمه الدوله المصريه ومحاوله انتهاك حرمه تفتيت مصر. طبعا حد قرأ اللي حصل في يعني انه يقام. خلينا اكمل يا شادي. كل هذا انا بربطه بايه؟ انا بص يا شادي، انا بربط ده بايه؟ ليه ربط ده بمظاهرات؟ هربطه بايه؟ انا هربطه لك لانه احنا لازم نبقى عارفين انه خطوه بنخطيها بنحط لها احنا هدفها. انتوا طلعتوا بشكل نقي وشريف لمسانده بسطاء تعرضوا لانتهاك، مش هو ده الحق اللي احنا طلعنا عشانه؟ تمام.